السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. ازيكم يا حبايبي وعاملين ايه؟ يا رب تكونوا بألف خير. النهاردة جايلكم بفيديو جديد وهنبتدي بقى بالمشتريات. النهاردة يوم التلات كان يوم السوق بتاعي. تعالوا بقى ما نشوف جبنا ايه. اول حاجة جبنا بقى القرنبيط. انا اول مرة بقى اجيبه في الموسم ده، حلو جدا جدا واحنا هنا بنحبه قوي وخصوصا انا. وجبت طماطم كانت يعني انا كنت محتاجاها. جبت 3 كيلو، الكيلو ونص ب10. جبت 3 كيلو. القرنبيطة دي كلها على بعضها ب10 جنيه. وجبت فلفل طبعا الكيلو ب10. يعني شكلت من 3 الانواع اللي انتوا شفتهم دول. الطماطم انا جبتها يعني فيها زي ما انتوا شايفين اصفر شوية صغيرين كده، انا بجيبه يقعد معايا فترة اكبر. والاحمر خالص ديت اللي انا بستخدمها مثلا الاكلات اللي انا بعملها خلال الاسبوع. وجبت جزر. كان الكيلو وربع ب5 جنيه بس بالحاجات الخضرا بتاعته. فدول كلهم صفصفوا يعني كده على 5 جنيه، معرفش بقى الوزن بتاعهم قد ايه. وجبت كمان استفندي كالعادة. تمام. وجبت دوت اكتر من نص كيلو بشوية من الجلاش الصابح. ده معمول لسه النهاردة كده، حلو جدا جدا، بجيبه دايما صابح. وكمان جبت خضرة اللي هي كان عندي بقى خضرة المحشي والكلام ده كله. ثانيا انا مش هعمل محشي اساسا الاسبوع ده، بس انا بجيبها للسلطة. فجبت جرجير علشان ناكله جنب السلطة. تعالوا بقى بينا مع بعض زي بقى اما شفنا المشتريات البسيطة طبعا اللي بقت بسيطة جدا. تمام. والاسعار بجد صعبة قوي، وكل يوم عن يوم الموضوع بيزيد اكتر. فيلا بينا يعني القرنبيطة ديت انا كنت ممكن اجيبها ب5 جنيه ويمكن اقل والله في الايام العادية. دلوقتي ب10 جنيه، والبياع بيقولك بقى عاجبك عاجبك، مش عاجبك ما تشتريهاش. ويعني انا كنت حاسة ان انا بجيب من جواهرجي والله من كتر ما هو حاسس بقيمة قوي الحاجة اللي هي في ايده يعني. فيعني الحمد لله. وما نقدرش نقول اي حاجة غير ربنا يعدي الايام دي على خير باذن الله يا رب، وما تكونش دي نهاية المطاف. المهم يعني فانا بقى جبت القرنبيط زي ما انتم شايفين، وبدات ان انا بقى اقطعه. هتلاقوني بقى عماله بشوف الكبيره قوي بقطعها نصين والكلام ده كله. بستخدم التوابل عامه للقرنبيط، بستخدم الفلفل الملح والكمون وشويه من الكركم علشان يديني لون كده اصفر حلو. فتعالوا بينا مع بعض بقى نشوف هنعمل ايه مع بعض. زي ما انا قلت لكم بحاول ان انا اقطعها بالحجم اللي انا عايزاه. انا ما بحبهاش ولا صغيره قوي ولا كبيره قوي. تمام. بقول لكم ان الحته ديت انا هتخلص من الحته الطويله دي وهبدا ان انا اقشرها زي ما انتم شايفين كده. بتكون فيها زي جلده كده ناعمه شويه، دي اللي انا بتخلص منها. وفي بيبقى فيه زي قشور كده، انا بتخلص منها تماما. تمام. فهتلاقوني اهوت عماله بنضف فيها. قطعيها بالكيفيه اللي انت بتحبيها، انا بحبها كبير، انت بتحبيه صغير. زي ما انت شايفه الاكله بتاعتك تمشي ازاي. تمام. حلو الكلام حلو الكلام. طبعا انا في الاوقات دي او في الاثناء ديت وانا بنضفه بقى كده، طبعا انا لسه ما غسلتهوش، انا هنضفه كويس جدا او غسلته بس الغسله اللي هي الاولانيه اللي هي تعتبر مش غسله اصلا، يعني مجرد بس من ايد البياع والناس في السوق ومن ايدي انا كمان. انما الغسله بقى اللي بجد ميه جاريه كده، وانا بعد ما انضفه يعني انا لو مش بصور هيبقى التنظيف ده تحت ميه جاريه، وانضفه كويس جدا واتاكد ان هي ما فيهاش ولا تراب ولا رمل ولا طينه ولا الكلام ده كله، وان هي نطفت جدا جدا وبقت معايا تمام جدا. وكمان ممكن ان انا انقعها كده دقايق بالظبط في ميه وخل عشان اتاكد ان هي كده انا عقمتها كويس جدا وبقت نظيفه قوي. وبعد كده ابدا ان انا اسقطها في الميه السخنه على طول. تمام. انا في الوقت دوت مولعه على الميه تغلي شويه، او يعني لحد ما تغلي كده، ومهديه عليها حاجه بسيطه لحد ما انضف واقطع وانضف واغسل. تمام. بس يعني ديت الحاجه اللي ايه انا بعملها قبل التسويه.
ساعة التسوية بقى علشان احنا هنبدأ على طول شغل على طول، فحبيت ان انا اطول في المقطع ده علشان نتكلم مع بعض في اللي هيحصل بعد كده ان شاء الله. طبعا انا هحطها في المية اللي انا هحط فيها ملح وكركم وكمان كمون. انا هنا حطيت ملح وكمون، في شوية كركم كمان هحطهم. تمام كده. انا كده خلاص بقول لكم ان انا خلصت. هغسلهم كويس جدا جدا، بعد كده هصفيهم كويس زي ما انتم شايفين. انا كده خلاص غسلتها واتظبطت وخلاص، مجرد بس على ان انا اسلقها. هحط الميه اللي هي المغليه عندي، هحط فيها الملح واحط فيها كمون وسنه كركم. على فكره انتي ممكن ما تحطيش الكركم خالص، بس انا حطيتها يعني تعزز اللون عندي. تمام. هحطهم في الميه وهي طبعا مش بردت ولا اي حاجه، هي بتغلي اصلا، بس علشان طبعا درجة حرارة القرنبيطية نفسها يعني ايه مش ساقعة تمام. فلحد ما تاخد حرارة المية وتغلي مع بعض زي ما انتوا شفتوا كده خلاص. هي انا بستقبل القرنبيط بالظبط، انا بحطه على النار من 4 ل5 دقايق، مش اكتر من كده، ممكن اقل كمان لو انا مقطعاه صغير قوي. عندي هنا حضرت دقيق، وبعد كده يعني بعد ما بسلقها بنزلها في ميه بتلج، وبعد كده تحت الحنفيه بقى لحد ما تهدى خالص، واوقف عمليه التسويه بتاعتها. هجيب بوله وهجيب دقيق، احط حوالي 6 معالق كده دقيق على حسب حجم الدقيق عندي، القرنبيطايه نفسها يعني. انا لقيت ان 6 معالق كده كويس، وكانوا 5 كانوا هيبقوا برضو تمام قوي. وهاخد على كل 3 معالق كده معلقة كبيرة من النشا، ده برضو مقدار حلو قوي. وهاخد معلقة صغيرة من بيكنج باودر وملح وكمون والكركم برضو هحطهم معاه. ومعايا هنا بيضتين، ومعايا شوية انا كنت بحسبهم ان هما كزبرة الصراحة، فلقيتهم ان هما بقدونس، فقلت خلاص مش ماشي الحال يعني، برضو كانوا حلوين. تمام. المهم بتبقى حاجة خضرة كده تدي طعم حلو في الاكل. تمام. طبعا دي مش معلقة كبيرة، هي معلقة صغيرة يعني. انا لما فضيت ما كانتش مليانة خالص، فتعتبر معلقة صغيرة على المقدار ده كله. تمام. مكستهم. هتلاحظوا بقى دلوقتي ان انا كل ما بمسك حاجة بتقع مني، وكل ما اقلب الدقيق بيفرط مني. انا مش فاهمة في ايه كان اليوم ده، مش عارفة. طبعا انا حطيت مع البيضتين شوية فلفل اسمر كده علشان يقتل اي زفارة البيض ما تبقاش موجودة، يقضي عليها تماما، مش كتير ولا اي حاجة، شوية صغيرين. وقعدت بقى اقلب تقليبة زي ما انتوا شايفينها كده. وطبعا احتاجت مية، في ناس بتحط لبن وفي ناس بتحط مية، انا صراحة بحب ان انا احط المية. في ناس بتحط مية وتروح حط عليها معلقة لبن بودر، انا برضو بحب احط المية تمام. فطبعا جبت الويسك بقى عشان اقلب بيه. المعلقة لقيتها ان هي مش هتنجزني. بص انا كل ما اجي اقلب او اعمل اي حاجه في الدقيق الاقيت بعطر مني ما اليوم ده. بصوا اهو كل ما اجي امسك الدقيق وابدا احركه مش عارفه ايه اللي بيحصل، فاضطريت ان انا اوقف الفيديو بعد كده عشان ما تشوفوش الكوارث اللي حصلت. واقلب كويس جدا، ما زودتش ميه، ما عملتش اي حاجه، مجرد ان نضفت البوله كده واللي حواليا. وقطعت الخضره كمان تقطيع ناعم جدا، وبدات ان انا احطها على الخلطه. زي ما انتم شايفين هي الخلطة دي كده مش محتاجة افتكاسة. تمام. تمام تمام. بعد كده هروح حاطة بقية الدقيق. يعني مثلا هنقول 3 معالق كبار من الدقيق، عليهم المعلقة اللي فاضلة الكبيرة من النشا. تمام. وعليهم شوية كمون وشوية ملح. مرضتش بقى احط كركم، قلت كفايه صفران يعني الموضوع كده بقى كتير، فمرضتش ان انا احط كركم. عايزه تحطي كركم زي الفل يا ست الكل، حطي كركم زي ما انت عايزه تحطي شطه عشان يبقى سبايسي برضو معاكي تمام. عايزه تحطي بابريكا علشان تعززي اللون، مفيش مشكله، حطي بابريكا اللي انت عايزاه. بس طبعا يعني انا مش عايزه ان انا احط نكهات كتير والوان كتير علشان طعم القرنبيط ما يختلفش. الكفر دوت هيخلي القرنبيط ما يشربش زيت، وهيخليه ناشف جدا حتى كمان لما يبرد. والله حتى كمان لو سبتيه تاني يوم برضو هتلاقيه ناشف جدا وحلو وكريسبي اوي. تمام. ماشي.
برضه هنا برضه كل ما امسك حاجة تقع مني هي حاجة فيها دقيق، الدقيق ما كانش حاببني خالص المرة دي يا جماعة. بصوا يعني بص مش عارفة، احس ان القرنبيطاية عندها رجلين كل ما امسكها تجري مني. تمام. يعني مش عارفة، ربنا يهديها ويهديني انا بقى. تنفيضة بسيطة انا بدخلها في الخلطة، وبعد كده تنفيضة بسيطة جدا، وبالمعلقة بطبطب عليها كده علشان اثبت عليها الكفر الدقيق والنشا اللي انا حطاه. تمام. بتعامل معاها معاملة كنتاكي. شفتوا بقى كده احنا هنرقي القرنبيط وهنعامله معاملة كنتاكي. مش قادرة اقول لكم قرنبيط او كنتاكي الغلابة، لان دلوقتي يعني الاسعار ما بقتش متخلية، ولا غلابة ولا مش غلابة. تمام. يعني الحمد لله بقينا دلوقتي في فضل ونعمة ان احنا على الاقل عارفين نجيب الاكل، يعني وصلنا للمرحلة دي، فالحمد لله على كل شيء. تمام. هنفضها كويس جدا وهبطنها كويس جدا بالدقيق، يعني اخلي الدقيق يبقى الكفر بتاعها الاساسي، وهيبقى زي ما انتم شايفين كده ده شكلها. طبعا مش كل الكمية، انا عملت الكمية دي وقت مصورها، والباقي اكمله انا بقى ايه وراء التصوير. حمرتها في زيت غزير، وهو ده الشكل النهائي. شوفوا جمالها، حلوة جدا 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 ما شاء الله، كانت حلوة قوي. لو كنتوا سامعين الصوت، بس طبعا يعني انا لغيته. لو كنتوا سامعين الصوت فعلا كنتوا هتلاقوها ان هي طرية جدا، قصدي ناشفة جدا، وكمان من جوه طرية وحلوة ومستوية قوي. الملح بتاعها مظبوط والتسوية بتاعتها مظبوطة. ولو عجبكم الفيديو ما تنسوش اللايك والشير والسبسكرايب.